ازيك يا صديقي؟ بص، انا مش هطول عليك كتير برضو. حبيت بس اقول رايي في فريق ارسنال العظيم، الجانرز. افضل فريق في انجلترا، ويمكن افضل فريق في العالم. اصدقائي وحبايبي كل مشجعين الجانرز، احنا ولد عم. واخد بالك؟ يعني معروفه من قيام الساعه، او ايه، لا انا لا، عفوا. معروفه من قيام الازل، من بدايه التاريخ، ان الجانرز والريدز ولاد عم. انا بقول ليه الكلام ده؟ لان دي الحقيقه الواقعه في التاريخ، ومعروفه ان الجانرز والريدز ولاد عم. بص يا صديقي مشجع الارسنال، انا سمعت ان انتوا عايزين تبيعوا لويس سكيلي. اخوك وابن عمك وحبيبك مزنوق في لاعب خط وسط. ما تروحش لليونايتد، وما تروحش للسيتي، ولا تروح تشيلسي اللدود، الخصم اللدود بتاعك. ابن عمك موجود. لويس سكيلي يلزمني يا صديقي. اديني لويس سكيلي، انا ما عنديش مدافع خط وسط، مدافع، ما عنديش ديفندر. انا بلعب 3 4 مواسم ما عنديش، مره لاعب جرافنبرخ، مره لاعب سوبوزلاي، مره ماك اليستر الجزع ده. انا ابن عمك، انا صديقك. بالله عليك لويس سكيلي يلزمنا. اداره ليفربول ارحمونا. ارسنال بيبيع سكيلي. ابوس ايد اللي خلفوكم، ارحمونا. ادونا لويس سكيلي يا جماعه، والنبي الله يرضى عليك. معتز حبيبك، انا مصطفى صاحبك عشره العمر. لويس سكيلي يلزمني، بالله عليك يا صديقي، لويس سكيلي ده يلزمني. الواد اللي انا شفته خلال الموسم اللي فات ده، واللي شفته ضد السيتي من يومين، يلزمني ابوس ايديكم بالله عليكم. اداره ليفربول واداره الجانرز لازم يتفقوا مع بعض، يشوفوا حل. احنا اصحاب وحبايب وولاد عم. اوعى تروح للغريم، اوعى تروح لاي حد، اوعى لليونايتد دول، اوعى. انا ابن عمك، انا اخوك حبيبك، بالله عليك يا صديقي. اول ما اتفرط فيه يلزمني. سكيلي يلزمنا. ابوس ايديكم، سلام يا حبيبي.